إن الثلوج غطت أغلب المناطق الجنوبية من العاصمة دمشق، ومع تفاقم الأزمة الإنسانية على بلدة من قطع للكهرباء والمياه عن المناطق الذيابية وسبينة وحجيرة ويلدة والعسالي، وعلى أغلب مناطق الغوطة الشرقية من دومة وكفر بطنة منذ عدة أشهر. وقد سجل اليوم أخي الحبيب تصاعد عملية الدخان من المناطق الجنوبية لدمشق نتيجة قصف قوات الأسد هذه المناطق. وقد قامت قوات النظام المتواجدة في اللواء 58 في على جبال صهية قصف المنطقة الجنوبية مناطقها الذيابية والبيضة وحجيرة وسبينة والقدن والحجر الأسود ومخيم اليرموك ودارية ومعظمية الشام. ولم ترتح تلك الأحياء أبدا من ذلك اللواء فحسب، فقد قامت الميليشيات الطائفية المتواجدة في بلدة السيدة زينب بالقصف برادمات الصواريخ بلدة الذيابية وحجيرة لفك الحصار الخانق الذي يقوم به أبطال الجيش الحر عليهم. وكما تزداد الأوضاع سوءا في المنطقة الجنوبية، ونخص بالذكر من المناطق دارية العز والشهامة والصمود التي سيطر أسود الجيش الحر عليها في أروع ملاحم الدفاع والبطولة في صد المحتل النصيري. وقد أجبر الجيش الحر الجيش النظامي سحب قواته التي تحاول الدخول إلى المنطقة بكل قوة وبسالة. وتزداد وتيرة القصف على المدينة أيضا برجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية. وفي معظمية الشام الأبية الصامدة في وجه الاحتلال الصهيو أسدي، فقد سجل اليوم فيها قصف برجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة عليها. أما في مخيم اليرموك فقد تجددت الاشتباكات بين أبطال الجيش الحر وعصارات الأسد من جهة شارع 30 مع تزامن القصف بالدبابات والمدافع الثقيلة على شارع 30. أما في الحجر الأسود فسقوط عدد من الجرحى جراء القصف العنيف برادمات الصواريخ والمدافع الثقيلة. أما في الغوطة الشرقية أخي الحبيب في بلدة المليحة بالغوطة فقد تجددت الاشتباكات في محيط إدارة الدفاع الجوية بين